ازاي تخزني البريست ميلك او لبن الام وتعيدي تسخينه تاني بشكل امن عشان ينفع الطفل وتستخدميه لوقت العوزة. هنتكلم في الفيديو ده بكل التفاصيل عن ايه الطرق اللي ممكن تخزن فيها اللبن، وايه الاماكن اللي ممكن نحط فيها، ايه الحاويات يعني اللي ممكن نحط فيها، اذا كان علب، اذا كان اكياس، اذا كان برطمانات، اذا كان حتى يعني جارز ازاز او اي حاجة ممكن نستخدمها ونعيد استخدامها مرة تانية. وهنتكلم كمان عن درجات الحرارة المفروض ان احنا نحط اللبن فيها عشان ينفع ان احنا نستخدمه من التلاجة او بره في الأوضة او حتى في الفريزر. وهنتكلم عن ازاي نعمل اعادة تسخين بشكل امن عشان نقدر نديه للبيبي. عشان نخزن اللبن الأم ويكون آمن لاستخدامه بعد كده، لازم نضمن إن الميديا أو المحيط اللي احنا بنستخدم فيه التشفيط ده تكون نظيف. فلازم نتأكد إن الشفاط الثدي يكون عاملينه تعقيم، في إن احنا حاطين عليه مية مغلية أو حطيناه في جهاز اللي بيعقم. وكمان ايدينا نفسها تكون نظيفة، والأماكن اللي احنا هنستخدم فيها اللبن ده ونخزنه تكون نظيف. فلو مثلا بنستخدم حاجة ينفع استخدامها أكتر من مرة زي العلب البلاستيك مثلا، إن احنا نتأكد إن احنا عقمناها قبل كده. قدامنا كذا اوبشن. اول اوبشن هي اكياس حفظ اللبن، بتكون هي لوحدها متعقمه وما ينفعش اعاده استخدامها، بتكون مخصوصه لموضوع حفظ اللبن. ومن مميزاتها ان هي بتكون convenient، ان انت مش بتحتاجي يعني اماكن كتيره في الفريزر، هي بتكون مسطحه وصغيره ومش بتاخد مكان كبير، فهي convenient ان انت تحطيها في الفريزر لو الفريزر عندك ضيق. بس مشكلتها على الناحيه الثانيه ان هي مهدره في الفلوس، لان انت بتحتاجي ان انت تشتري في كل مره كيس جديد عشان تحطي فيه اللبن، لان مش هينفع تستخدميها اكتر من مره. الاوبشن رقم 2 كمان هي العلب البلاستيك. العلب البلاستيك بتكون حلوه قوي وينفع استخدامها اكتر من مره وبتكون لذيذه وينفع تعقمها. واهم حاجه فيها انها تكون بي بي اي فري، فتاكدي ان هي مكتوب عليها بي بي اي فري عشان ما تكونش مضره او بتختلط باللبن اللي بتحط فيها. غير كده هي حلوه قوي. مشكلتها على الناحيه الثانيه هي عكس الاكياس، ان هي بتاخد شويه مساحه في الفريزر عنها عن الاكياس. اخر اوبشن كده هي حاجه انا اخترعتها بصراحه، اشتغلت بيها فتره طويله وكانت حلوه جدا معايا، هي ان انا بستخدم برطمانات الازاز. برطمانات ازاز تكون من نوع كويس قوي اللي هو لا بيتاثر بالحراره ولا بيتاثر بالفريزر، يعني مش هيفرقع. وهقول لكم بالظبط عملت ازاي واخترت انهي انواع وايه اللي استخدمته. البرطمانات دي بعمل لها تعقيم كويس، وبعد كده بعايرها وبعرف هي كميتها قد ايه، وبحط فيها لبن وبخزنها بالفريزر واعيد استخدامها اكتر من مره. الازاز من مميزاته ان هو مش بيتفاعل مع اي حاجه جواه، فهو من الحاجات اللي هي كويسه قوي. وفي نفس الوقت اخترت نوع ازاز بعقمه عادي بميه مغليه، وفي نفس الوقت بحطه بالفريزر وما بيحصلوش اي مشكله. فهقول لك بالظبط ايه الانواع وايه التبس اللي انا عملتها عشان اخزن في البرطمانات دي. بصي بقى يا ستي، البرطمانات اللي اخترتها هي برطمانات بتاعه هيرو الازاز. المميزات في البرطمانات دي ان هي اول حاجه انها معموله من الازاز، فهي بالتالي مش بتتفاعل ابدا مع اي ماده تحط فيها. تاني حاجه الازاز بتاعها قوي وبيستحمل البروده بتاعه الفريزر وكمان الحراره العاليه بتاعه التعقيم لان بنحط فيها ميه مغليه. حاجه كمان ان حجمها صغير قوي ومناسب للرضعات بتاعه الطفل اللي هي حوالي 120 مللي، مش هحتاج ان انا اهدر اللبن المتبقي. اول حاجه بعملها هي ان انا اغسل البرطمانات دي كويس قوي بالميه وبالصابون، ودي الفرشه اللي انا مخصصاها بس لموضوع الغسيل. بغسلهم من كل الاتجاهات كويس بحيث ان اتاكد ان هما بقوا نضاف خالص ما بين مره ومره تانية في الاستعمال. وكمان بغسل الغطا. بعد ما بغسلهم كويس بسيبهم ينشفوا في الهواء لغايه ما يبقوا ناشفين خالص عشان ادخل على الخطوه التانية وهي خطوه التعقيم. بستخدم في التعقيم ميه مغليه بحط عليها قد حوالي معلقه صغيره من الخل عشان تساعدني في التعقيم، وبحط في كل جار منهم كميه تملاه للاخر من الميه المغليه اللي عليها الخل ده، وبسيب الميه المغليه دي جوه الجار حوالي 10 دقايق كامله لغايه ما الميه تبقى ساقعه شويه، وابتدي اكبها في الحوض تاني واسيبهم برضو لغايه ما ينشفوا خالص. بعد كده بقى ببتدي ان انا اجيب اللبن علشان احدد كميته قد ايه واعرف ايه بالظبط عدد البرطمانات اللي انا محتاجاها. هنا الكميه كانت كبيره شويه فهحتاج حوالي 2 من البرطمانات دي، وواحد منهم مش هيكون كامل للاخر زي ما احنا هنشوف. اول واحد بدات املاه، ودايما لازم لما املاه مملاهوش للاخر خالص، لازم اشيل حوالي سنتي كده في الاخر مش مليان، علشان اللبن لما بيتحط في الفريزر بيكبر حجمه ويتمدد فممكن يكسر الازاز. للامانه ده ما حصليش ولا مره، بس برضو للاحتياط بسيب سنتي كده في الاخر او 2 سنتي عشان ما يحصلش ده كده خالص.
اهم بقى خطوه لازم نعملها قبل ما نحط البرطمانات دي جوه الفريزر ان احنا نكتب عليها الليبل اللي هو بيدل فيه على اليوم اللي احنا شفطنا فيه اللبن، وكمان كميه اللبن اللي احنا شفطناها. يعني مثلا الجار شايل 60 ملي او شايل 100 ملي، بنكتب كل التفاصيل دي ونحطها. انا بستخدم هنا فكرة بسيطة خالص بنستخدمها في الشغل عندي او في المستشفيات عموما، مش بس في المستشفى اللي انا بشتغل فيها. هي البلاستر الطبي بيكتبوا عليه كل الحاجات اللي هم محتاجينها، وحاجة سهلة ورخيصة وممكن نستخدمها كتير، فاستخدمتها ان انا اكتب بيها على الجار. نيجي بقى لمرحلة التفريز، وهي حاجة مهمة قوي ان احنا نحط الجار جوه التلاجة مش في الباب، وده هقولك بالتفصيل السبب في الاخر الفيديو. بعد ما شفنا وعرفنا كل الطرق اللي ممكن نخزن فيها اللبن، شويه نصايح وتبس كده هتساعدك عشان تعرفي تخزني اللبن بشكل صح. اول حاجه ان احنا ما ينفعش ان احنا نخزن كميات كبيره، خصوصا لو احتياج الطفل قليل. يعني مثلا لو الطفل لسه في الشهر الاول عاده بيرضع ما بين 30 ل 60 مللي، فاحنا لو خزنا مثلا 300 مللي هو مش هيحتاجهم، وبعد ما هو يشرب شويه هنكبهم. فالافضل ان احنا نخزن حسب احتياج الطفل من 30 ل 120 مللي. من الحاجات المهمه برضو ان انت تاخدي بالك منها احتياطي، ان انت تسيبي من البرطمان ما تملهوش على الاخر، سيبي منه على الاقل 2 سم ونص فاضيين. ليه؟ لانه اللبن لما بيتجمد بيكبر حجمه، فممكن مع الضغط على الازاز ممكن الازاز يفرقع او يجيله سرطان في الازاز. فاحتياطي سيبي جزء من البرطمان يعني 2 سم ولا حاجه يكونوا فاضيين. من اهم الحاجات كده زي ما شفت في الفيديو اني لازم بكتب على كل برطمان انا خزنته امتى وصلاحيته قد ايه. يعني المفروض انا يوم ما انا بحط اي برطمان فيه لبن في الثلاجه بكتب عليه التاريخ اللي انا شفطت فيه. ليه بقى؟ اول حاجه عشان استخدم الاقدم الاول، تاني حاجه عشان اعرف اصلا صلاحيته ممكن تقعد قد ايه. وده هينقلنا للنقطه الثانيه اللي هي امتى اللبن بيكون صالح في انهي ميديا. يعني انا لو حطيته في الاوضه يقعد قد ايه، لو انا حطيته في الثلاجه يقعد قد ايه، لو انا حطيته في الفريزر قد ايه، ولو انا حطيته في الديب فريزر ممكن يقعد قد ايه. بصي عشان نختصر بقى فكره ان احنا بنخزنه امتى ومده قد ايه، هقول لك قاعده كده. القاعده دي هتسهل على دماغك بدل ما تفكري كتير. قاعده 4 4 4. يعني ايه؟ اول 4 هي 4 ساعات بيقعد فيها اللبن بره التلاجة، بس ده في الشتاء، يعني تحت درجة 25 درجة مئوية. يعني لو انت في الصيف والدرجة زي ما حالتنا كده احنا قاعدين في درجة حرارة 36 و37 و40، مش هينفع نقعده 4 ساعات، هنقعده بالكتير ساعة بره التلاجة وبعد كده هيفسد. رقم الأربعة التاني هو 4 أيام جوه التلاجة، يعني هيكون اللبن صالح فيها لمدة 4 أيام جوه التلاجة، بس ده بشرط إن يكون درجة حرارة التلاجة مستقرة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت ما ينفعش تحطي برطمان اللبن جوه الأرفف بتاعة باب التلاجة، لأن باب التلاجة درجة الحرارة فيها مش مستقرة، كل شوية حد يفتح وحد يقفل، فدرجة الحرارة فيها اختلاف. افضل حاجه ان انت تدخليها في الارفف من جوه بحيث درجه الحراره تكون عاليه وثابته ومنتظمه، ساعتها هينفع يقعد جوه التلاجة 4 ايام. طب واخر 4 هم 4 شهور، 4 شهور ينفع يقعد فيهم اللبن جوه الفريزر. ونفس الفكره لازم تكون درجه حراره الفريزر مستقره وثابته، يعني برضو ما ينفعش تحطيهم في الباب بتاع الفريزر، لكن المفروض تدخليه جوه. فكده احنا قلنا 4 4 4، 4 ساعات، 4 ايام، 4 شهور جوه الفريزر. واخر حاجه خالص، لو انت عندك ديب فريزر حرارته اقل كمان من الفريزر ممكن تقعديه فيها من 6 شهور ل 12 شهر، بس طبعا انا بفضل ان انت تقعدي الاقل، يعني خلينا في رينج 6 شهور افضل، عشان ساعتها تضمني انه يكون كل العناصر جوه اللبن ما حصلهاش فيها اي خلل او ما باظتش. بالنسبه بقى للامهات اللي مسافره ومعاها بيبي، او ان هي خارجه بره البيت لفتره طويله قوي ومحتاجه تاخد من اللبن المتشفط معاها، فمن المتاح ان انت تحطيه في ايس بوكس، بس تتاكدي ان جوه الايس بوكس كميه كبيره من التلج، وان هو يكون محكم الغلق مقفول عليه كويس قوي، وساعتها ينفع يقعد معاكي 24 ساعه كامله، بشرط ان يكون محكم الغلق وبشرط ان يكون جواه تلج كتير. نيجي بقى للإذابة والتسخين. ازاي نستخدم اللبن المجمد ده ونديه للبيبي؟ اول قاعده قلتها قبل كده ان احنا دايما نستخدم اللبن اللي احنا خزناه اقدم، يعني مثلا لو عندنا تاريخين نشوف الاقدم فيهم هو ده اللي هنبتدي فيه بالإذابة. تاني حاجه ان احنا اسهل طريقه ممكن نعملها ان احنا لو مثلا عارفين ان الطفل هيرضع من الرضعات اللي احنا مجمدينها دي، ان احنا نخرج الرضعه ونحطها في الثلاجه طول الليل تسيح لوحدها بهدوء. ليه؟ لان الثلاجه هتضمن ان اللبن ده ما يبص. ممكن نستخدم اللبن المذاب من الفريزر وحاطينه في التلاجة لمدة 24 ساعة. بعد ما حطيناه في التلاجة وتاني يوم خلاص داب خالص وكل التلج راح، بس درجة حرارته التلاجة ساقع شوية على الطفل، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحط البرطمان في حمام مية دافية مش سخنة، يعني ما نحطش مية مغلية، ممكن نحط مثلا مية على درجة حرارة 60 او حاجة تدفي اللبن شوية، ونتشك كده على طرف ايدينا نتأكد ان اللبن درجة حرارته كويسة، وساعتها ينفع نديه للطفل.
لو مستعجله ومش لاحقه ان انت تحطي اللبن اوفر نايت كده في التلاجة لغايه ما يسيح براحته، ممكن انت تفتحي السخان بتاع الميه وتنزلي عليه ميه سخنه شويه، بس مش مغليه، ميه تقدري انت تستحمليها على درجه حراره 50 او حاجه، وتحطي اللبن تحتها لغايه ما يفك شويه، او تحطيه في حمام ميه دافيه برضو لغايه ما يفك شويه. المهم ان انت ما تعمليش طرق معينه هقولها لك، الطرق دي بتبوظ العناصر الغذائيه اللي جوه اللبن لو سخنتي بيها. اول طريقه ما تستعمليهاش ابدا هي الميكروويف. الميكروويف بيخلي اللبن يعني يكون سخن بشكل غير متساوي، والحاجات السخنه زياده دي هتفقد القيمه الغذائيه والعناصر الغذائيه اللي جواها، فالتسخين بالميكروويف ممنوع. الحاجه كمان ان احنا نعمل غليان مباشر للبن، ده برضو بيفقده عناصر غذائيه مهمه جوه اللبن. قواعد مهمة قوي ولازم تكون في بالك وانتي بتعيدي استخدام اللبن المتجمد. اول حاجة، اللبن اللي احنا دوبناه جوه التلاجة ينفع نستخدمه خلال 24 ساعة بس. طب اللبن اللي احنا دوبناه من التلاجة من الفريزر وحطيناه في حمام مية دافية او تحت المية الجارية، ده ينفع نستخدمه خلال ساعة واحدة بس. اللبن كمان اللي متبقي من بقية الرضعة ده ما ينفعش نستخدمه، بعد كده لازم نرميه خلال ساعة أو ساعتين. يعني ينفع الطفل ياخده مرة تانية بعد ساعة أو ساعتين، لكن أكتر من كده هيكون ضار ليه ولازم نكبه. ده ليه؟ لأن اللعاب اللي بيتبقى من بق الطفل جوه اللبن بيكون فيه بكتيريا، البكتيريا دي مع الوقت ومع درجة الحرارة العالية دي بتكاثر بكميات كبيرة قوي، فبيكون اللبن ده مضر وسبب انفكشن للطفل. لو دوبتي كمية لبن ما ترجعيش تاني ان انت تحطيها في الفريزر لغاية ما تتجمد كمان، لأن ده برضو مش صح وهيعمل مشكلة للطفل. في شوية أخطاء كده شائعة شوية الأمهات بتقع فيها وهي بتخزن اللبن. حاجة من الحاجات مثلا لو انتي من الأمهات اللي زي حالاتي كده اللي بتحب تخزن كمية كبيرة قوي، لو مثلا مسافرة سفرية أو طالعة يوم طويل، فكنت بخزن جارز ممكن توصل ل 600 مللي. لما تخزني جار مثلا 600 مللي وانت مجمده جزء من اللي جواه، ما ينفعش تحطي بقى اللي انت شفطيه لسه دلوقتي على الجزء اللي اوريدي متلج. ليه؟ لانه الجزء اللي متلج هياخد حراره الجزء الجديد وهيبوظ فكره الفريزنج اللي فيه، هو حفظه من البكتيريا وحفظه من انتشار البكتيريا اللي فيه. فلما انت تضيفي جديد على اوريدي متلج ده مش صح. المفروض انت تاخدي الجزء اللي انت شفطاه جديد وتحطيه في الثلاجه الاول لغايه ما يسقع، وبعد كده تضيفي بعد ما سقع على الجزء الفريزد بحيث انت تكملي برطمان كامل. وده ممكن انت تعملي برطمان كبير من عده رضعات بالطريقه دي. الاول هتشفطي، بعد كده تحطي في الثلاجه، بعد كده تحطي على اللي اتخزن قبل كده في الفريزر. موضوع إضافة رضعات على بعض في جار كبير ده المفروض يحصل خلال 24 ساعة، ما ينفعش نضيف لبن جديد على لبن متخزن من قبل كده من أكتر من 24 ساعة. اتمنى يكون الفيديو ده قدم لك المعلومات المناسبه اللي تساعدك في تخزين اللبن. عايزه اقول لك ان تخزين اللبن بجد على الرغم ان هو فيه ريستريكشنز كتير، بس بجد بيدي مرونه رهيبه قوي ان انت تقدري تسافري او تخرجي او تنزلي شغل، وبيخليكي تكوني اكثر حريه عن الاول ان انت محتاره رضاعه مباشره طول الوقت والطفل يكون معاكي طول الوقت. هو فعلا بيدي مرونه حلوه قوي، ممكن حد غيرك اصلا يدي الرضاعات دي من غير وجودك، فهو فعلا من الحاجات اللي هتساعدك قوي في الرضاعه الطبيعيه. ما تنسيش ان انت لو الفيديو عجبك واستفدتي منه ان انت تديه لامهات تانية عشان تساعدها في الرضاعه الطبيعيه، وكمان ما تنسيش ان انت تشتركي في القناه علشان يجيلك فيديوهات تانية اكتر.